كاميليا بتمثل النموذج الحقيقي للشخصية النرجسية، وده أنا حسيته من أول حلقة ليها. وتعالي أقول لك بسرعة كده إيه سمات الشخصية النرجسية وإزاي وضحت على كاميليا في مسلسل وتر حساس، وإزاي نتفادى ده مع أولادنا. أولا كاميليا إنسانة مغرورة جدا، مش شايفة غير نفسها، ما بتهتمش بمشاعر الآخرين. كل دي من سمات الشخصية النرجسية، وأقصد بده المصنف باضطراب الشخصية النرجسية، مش السمات النرجسية اللي عند الناس كلها. كلنا عندنا سمات نرجسية، لكن اللي انا بتكلم عنه النهارده مريض اضطراب الشخصيه النرجسيه. ده بيعمل افلام وبيعمل حوارات، ما عندوش مانع ابدا انه يسرق او يقتل او يغتصب او يعمل اي حاجه. البنت كاميليا سرقت ابوها، في اعز من كده في الدنيا؟ النرجسي مجرد ما بيقلب عليك لازم يشهر بيك، لازم يطلعك الشرير الخاين ويقلب كل الصفات السيئه اللي فيه، يقلبها في الشخص البارتنر الموجود معاه. وده واضح جدا لما شهرت بجوزها وحطت صوره على الفيسبوك وبدأت تسأل عنه، رغم ان هو شخصية مرموقة. كانت صاحبتها، سرقت ابوها، متكبرة على جوزها، انسانة متغطرسة، بتراقب دايما. طب انتوا دلوقتي منفصلين تقريبا انت ورشيد، حضرتك بتراقبيه ليه؟ الحلقة العاشرة قفلت بان هي راحة تقفشه. طب ما انت عارفة ان هو مش عايزك يا باردة اللي ما عندكش دم. الشخصية النرجسية شخصية ما عندهاش دم. الانسان النرجسي ربنا يعافينا ويعافيكم، هو مش عارف ان هو مريض وبيتصرف عادي جدا كأن هو الطبيعي وكل الناس اللي حواليه هي المرضى. لك سمة كمان من سمات الشخصية النرجسية، بما انهم شياطين الانس. شياطين الانس بمعنى الكلمة، كل الصفات السيئة الموجودة في اي حد في الدنيا موجودة فيهم. واللي عاشر شخصية نرجسية هيكون يعني هيشعر بمنتهى الشفقة والرحمة على واحد زي رشيد. من سمات الشخصية النرجسية، وبليز اكتبوا لي في التعليقات الموضوع ده لاحظتوه ولا لأ؟ ريحته. النرجسي عنده ريحة مميزة، وفي لغة الجسد سبحان الله كل حاجة في الإنسان، أي مرض نفسي أو عضوي أو حاجة حسنة نفسية أو عضوية بتبان من الريحة. وحاجة زي دي بيبقوا عارفينها الروحانيين كويس جدا، فبيقدروا لما يقعدوا مع إنسان بيقدروا يميزوا ده بوعي منهم أو بدون وعي. أنا مش عارفة، بس هو علميا إن المسحور له ريحة، المحسود له ريحة، الساحر له ريحة، والنرجسي بما انه شيطان الانس له ريحه. دول اللي ربنا قال عنهم في القران: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. النرجسي اكتر انسان في الكون نمام ولعان ولسانه يعني. قولوا لي فعلا لاحظتوا الموضوع ده ولا لا؟ لو في حياتك شخص او شخصيه نرجسيه هتلاقيه بيتكلم في الاعراض وش، محدش بيسلم من سبه ومن اذاه ومن شره. لو طفله لازم يوصفها لك بالكذا، وامك كذا، وابوكي كذا، بيدخل في العرض راسا. يعني ما بيقولكيش صاحبتك الكدابه، لا صاحبتك التشبيه جاي في الايه الكريمه واضح جدا ودقيق جدا. تخيل واحد بياكل فسيخ، بياكل لحم ميت، ده هتبقى ريحته عامله ازاي؟ رغم انه ممكن يكون كلاس جدا شيك جدا، وده لاحظناه من ملابس كاميليا واهتمامها بنفسها وقد ايه هي انيقه، ومن الفيلر ومن البوتوكس والباروكه والحركات اللي هي عاملاها. لكن هرمونات الجسم اللي بتطلع من الجسم نفسه اللي بتعبر عن شخصية الإنسان اللي بنشمها بقوة جدا من خلف الأذن ومن فروة الشعر، مهما عملوا ومهما استحموا ومهما حطوا أفضل العطور تفضل ليهم ريحة سيئة جدا. عايزاكي فعلا تركزي في الموضوع ده، لو في حياتك أو حياتك شخصية نرجسية قول لي فعلا إذا كانت ليها ريحة مميزة مزعجة ولا لأ. ده اللي كان عندي لحد الحلقة العاشرة، هقول لك في الحلقة الجاية إزاي لو أنا شايفة في ابني سمات شخصية نرجسية إزاي أحجمها.